أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في دورة تعلم اللغة الكردية. سوف نتعلم اليوم الضمائر الشخصية الصحيحة ولواحقها. جناب كسانا ينخر وقرتافين و، حيث أن الضمائر الشخصية الصحيحة فقط هي التي تأتي معها بعض اللواحق، أما الضمائر الشخصية المعتلة فلا تأتي معها اللواحق أبدا. دعونا نتعرف على هذه اللواحق بالتفصيل. الضمير أز بمعنى أنا يأتي معه لاحقتان ما. طبعا السبب في اختلاف هاتان اللاحقتان حسب الاسم أو الصفة التي تأتي بعد الضمير في سياق الجملة. فإذا كان هذا الاسم مثل في مثالنا هنا كاركر ينتهي بحرف ساكن حرف الراء، فإن اللاحقة هي أما إذا كان الاسم أو الصفة ينتهي بحرف صوتي مثل فإنه يأتي معه ما. على سبيل المثال عندنا هذا المثال في ضمير أز. المثال الأول أز كاركر أز كاركر أما في سياق الجملة فنلفظها أز كاركرم أنا عامل. مثال آخر أز مع مستمع أز مع مستمع أز مع مستمع أنا معلم. الضمير الآخر بمعنى نحن أيضا يأتي معه لاحقتان لنفس السبب الذي شرحته في المثال السابق. الاسم أو الصفة التي ينتهي بحرف ساكن يأتي معه اللاحقة أما الاسم أو الصفة التي تنتهي بحرف صوتي فيأتي معه اللاحقة المثال الأول كاركرن كاركرن نحن عمال. مع مستنى مع مستنى نحن معلمون. الضمير الثالث أنت يأتي معه لاحقتان ويي مثال الأول كاركر ألفظها كاركري في سياق الجملة كاركري أنت عامل. ومثال الآخر مع مستي مع مستي أنت معلم. الضمير الآخر هون بمعنى أنتم يأتي أيضا معه هاتان اللاحقتان أيضا لنفس السبب. نقرأ المثال الأول هون كاركر نلفظها في سياق الجملة هون كاركرن أنتم عمال. هون مع مستنى هون مع مستنى أنتم معلمون. أو بمعنى هو للغائب تأتي معه لاحقتان ويا نقرأ الأمثلة أو كاركر في سياق الجملة أو كاركرة هو عامل. أو مع مستيا أو مع مستيا هو معلم. ضمير الآخر أو للجمع بمعنى هم أيضا يأتي معه لاحقتان ونا أو كاركر هم عمال. أو مع مستنى هم معلمون. شكرا لحسن صائكم.